بكل الحب هنتكلم عن اي حاجه غير الحب. احنا ما عندناش غير حب الله وحب الوالدين. غير كده السلام عليكم. حب الوطن بس كده خلاص ابتدي الحلقه. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير مستر شناوي. هلا والله. ايش تسوي؟ صبح على طول رشدي اباظه. رشدي اباظه ايه؟ احيانا من جديد. لا ما دكتور لوزة بعيد عن المايك يعني شغال. هنعتبره البنت اللي بتضحك في برنامج محمد عباطي. لا انا مش فقت احدهم مره هو احدهم مره في الخلفيه فعلا. البنت اللي بتضحك ورا ايه؟ الاستاذ قدير محمد عباطي بحبك. صاحبي احنا اللي اشتغل باهر. عايزين ندخل باهر النهارده. منتجع الزريبه مع- من ناحيه الايه؟ البنات. ما تعاملتش مع بنات كتير لدرجه ان الناس بتشك فيا. ما هو دي بقى المصيبه. فانت من وجهه نظرك الفلاتيه تقدر تفيدني في هذا الموضوع، يعني اعتبرني بطيخه. كان في تعاملات طبعا بس مش مش لفلفه. مش اللي هو يعني ما تقرنبتش. ما بح... انا ماسك. الموضوع مش موضوع لفلفه وانت اتعاملت مع بنات ولا ما اتعاملتش مع بنات. الموضوع كله هنا يعني بتكلم على ايه؟ رؤيتنا احنا من منطلق الزريبه للبنات. ثانيه واحده. البنات زمان. البنات زمان البنات ثانيه واحده ثانيه واحده. في موضوع البنات زمان ده، افلام الابيض واسود لو اتلونت قسما بالله نشوف بلاوي. قسما بالله نشوف بلاوي. يقول لك محمد رمضان مفسد الفن الحديث. افلام زمان كانوا عمالين يعلموا على ازازه الخمره علشان يشوفوا مين اللي بيشرب. انت خمرجيه ونسوان في خمرات كانت مباحه وكله يا طنط الكلام ده مش بتاع كده. ها وكلهم بقى بيتكلموا يا احمد ليه ما جبتليش جرام الكوكايين بتاعي يا احمد؟ سكرانين كلهم. ليه بيتكلموا كده؟ يعني كانت الفترة دي كلها كده. زمان كان في افلام هلس زي ما في افلام هلس كان واقع هل هل ده الوسط الفني كان ساعتها تقريبا ولا كان ايه اللي بيحصل؟ بس كانت وحشة قوي. ما كانت كلها خمرة وكلها النسوان قلعة والله لو اتلونت انت هتشوف الاستاذ واسمه ايه؟ فريد الأطرش باللباس يا هو ملون يا نهار اسود. شفت الصورة دي؟ كان في فيلم الفاروق فيشاوي. اتفرجت عليه مره واحده في حياتي ما شفتوش تاني. كان على التلفزيون جه فلتة كده على اوربت، قناه اوربت زمان، عارف انت؟ قناه اوربت زمان. يا لهوي كان اول مشهد في الفيلم داخل بالكلوت لا مؤاخذه انا اسف يعني. وهو بيقلع داخل الحمام وبان حاجات كده طفيفه. ما هو في افلام زمان كانوا بيقولوا فيها حتت اتقطت مش عارف مش فاكر مين الفنانات دول ومش مهم افتكر. مش عاوز افتكر. قصدك مش على عاوزين راحوا لبنان ايام لما كانت السينما في مصر وراحوا لبنان سافروا لبنان. مش عاوزين نفتكر. مش عاوزين نفتكر. لا بس انا بتكلم من منطلق يعني حته تانية خالص. انا بتكلم ايام مثلا قبل 2010 2008 و2009 و2007 ايام اسامه منير في عز. وعارف انت البنات كانوا لا كان في حته كده مش موجوده دلوقتي خالص. اسامه منير كان زمان في خجل غريب. لا اسامه منير كان زمان كان زي بوابه انستجرام. كان زي انستجرام كده البنات بتعرف تعرض نفسها عليه في البرنامج زي انستجرام. ده انا كلمت اسامه منير وقعدت تتمحم معاه شويه. فهو ده شو في بنات اللي هي دلوقتي بين قوسين بيكمي. يا ما تقالش كده بتاع شبيت يعني بس يلا. دول بيحاولوا اللي هو ايه تقف مثلا في وسط بنات في الشله في وسط الكليه تعلي صوتها قوي واو وضربتيني جامد ومش عارف ايه وتهزري وصوتها يبقى عالي قوي. هي دي انسانه عاوزه تتلقط. هي اسمها بيكمي. لا اسمها اتنشن. لا استغفر الله العظيم. استغفر الله كده مش يا ابني احنا بودكاست فاميلي فريندلي يا ابني. عيب ادي الصوت. ادي اخر الصوت اللي في الخلفيه يا جدعان. ايه انت ما تحاورناش. ادي اخر صوت. ادي هي اتنشن واضحه جدا. لا ماشي ما هو في على فكره لا اصل دي فيها رجاله وستات فاهم. هي تنفع. ده لازم في ناس كده لازم تترسم عشان لا خليك بني ادم طبيعي يعني. تترسم من الاول عشان يقع.
ما انت لو بقيت بني ادم طبيعي ايه المشكله؟ ايه بقى انت كنت بتقول الاخلاق بتاعهم زمان يعني اللي فرقت؟ الخجل يا جدع، الخجل. لا ما هو بص، الخجل كان قبل 2008 و2007 و2009 غير الخجل دلوقتي خالص. انا ما بقيتش اشوف خجل نهائي. اقول لك ليه؟ ليه؟ السوشيال ميديا اولا رقم واحد. ولا ما هتقول لي سوشيال ميديا هرجع اقول لك ما افلام زمان على راي باهر كانت مسخره. ماشي بس كان الاخبار او الفرق ده في إيدك امكانيه 24 الوصول في حاجه اسمها امكانيه الوصول. انت دلوقتي ممكن تفتح تليجرام تلاقي نير باي تقعد تتكلم مع الناس اللي جنبك. ممكن تفتح ابلكيشنات زي ديتنج بامبل وزي مش عارف ايه، ابلكيشنات ديتنج بتفتح من عليها ديتنج والكلام ده. زمان ما كانش امكانيه الوصول دي متاحه. يعني اخرها لو هتبقى قلة الادب قوي تمشي مع واحد على اول المنطقه بتاعته. كان في يا اخي اقسم بالله انا كنت عايز اقابل واحده صاحبتي كنت بقابلها في الشارع اللي ورا اللي هو ما حدش يقدر يشوفنا فيه، ولو يا ويلي لو حد بس عدى من الشارع يا اختي مصيبه. ده ما شفت مصيبه يا انما دلوقتي لا دلوقتي والله الموقف ده حصل. واحد نازل على السلم ولقى الواد بيبوس البت في سلم كليه فبيزقهم فبتقول له هو بيبوسك انت؟ اللي هو هو بيبوسك انت؟ يا نهار ازرق يعني للدرجه دي؟ تعالني للدرجه دي؟ ده يوه ايام الكليه انا كنت بشوف بلاوي. انا عم علي العامل شاوت اوت لعم علي العامل كذا مره على السلم اللي ورا على السلم اللي ورا في الكليه كذا مره نقفش ناس ونمشيه برضه يعني انا كان نفسي ابلغ عشان نقضي على ايه اقطع ميتين. لا وجزء انا مش بس ما كناش بنعمل كده. انا مش معاك في الموضوع ان انت تبلغ. انا يعني انت شفت حط نفسك مكان الواد. ايوه عارف. لا مش موضوع حط نفسك مكانه يا جدع عيب. هو على اي صفيحه زباله تلمنا واحنا اوضه في مبدا لازم تحطه في حياتك دايما. ده مش مبدا دي وسائل. من ستر عبدا في الدنيا ستر الله. ماشي ما هو ما لا ده المبدا ده خلي بالك بيه. يعني المبدا ده اعمل بيه هتمشي. هتستره في ايه دي؟ ستر في ايه دي؟ يا حبيبي انا اقصد ما تفضحهاش. خلاص شفتهم هم اتلموا خلصت القصه يا جماعه. انا يعني ما ينفعش. ما هم مش قطط مش اي صفيحه زباله تلمنا. عيب ايوه يا كانت كل قرف ينعل وسلام. يعني هو مش تلاقي لك اصلا مكان يحرق ميتين امك راح عليه. ايه الخرا ده؟ لا يا صاحبي خد بالك يمكن تكون بتحبه برضه. تحب ايه كتك القرف؟ لا اندر ذا نيم اوف اسم انا مع انا الكلام ده اتلغى بقى. الكلام ده الجيل الجديد. انا وجهة نظر انا بدي مبرر لاي بنت بتحب تعمل اللي هي عايزاه. بمعنى اصح ايه؟ هي في الاول وفي الاخر الضحيه. ده كان زمان. هل حضرتك ده فيمينيست؟ كان زمان. هل حضرتك فيمينيست؟ قبل 2010 من الاخر. ده كان قبل 2010. بعد 2010 يا جدع انا بقيت الراجل هو الضحيه. الراجل اللي هو اللي ده يعني عارف انت الايه اتبدلت. المواضع كلها بقت جرائم. والرجاله بقت هي الخجوله. ما تفهمش ليه؟ والله فاهمها مش فاهمها. ممكن ده ليه علاقه بتراجع هرمون التستوستيرون عند الرجاله عشان دكتور رشدي يا شباب يلا هتوحشنا النهارده. بياكلوا فراخ بيضاء. الفراخ البيضاء فيها لا طب في مش للدرجه. دراسه بتقول كده. دراسه في 1% بتقول باهر بيضيع مننا. باهر بيضيع عايزينه. بقول لك بمناسبه الدراسات دي بيقول لك ان الدراسات دي بتتعمل ازاي اصلا؟ يقول لك احنا عملنا دراسه على المنطقه دي لو فيها مليون واحد عملوا دراسه على 1000. لا هي مالهاش علاقه دراسه. لا ده هو نسبه. هي نسبه وقلنا عملنا دراسه مالهاش علاقه بالهرمونات. لان زي ما في كده بس الفكره كلها ان النسبه زادت. يعني زي ما في رجاله خجوله في رجاله على ماشي. ما هو في بس الفكره كلها ايه؟ زمان كانت نسبه الرجاله دي اكبر بكتير من ايه؟ من نسبه الرجاله اللي هي الخجوله اللي هي المنسونه بالاخر. المنسونه مش عارف حسبتوها على ازاي بس لا قدام عينك قدام يا ابني في المعاملات اليوميه اللي انت بتتعرض لها. دي الفكره. معلش في محافظه بدون ذكر اسامي المحافظه دي يعني مش عايز اقول اسم المحافظه معلش انا اسف. اقسم لك بالله كمان مره عايز اقول لك النسوان هناك هي اللي بتسوق العربيات ورجالتها قاعده جنبها مع ان العربيه
بتاعت الراجل. ممكن الراجل يبقى ما عندوش عربيه ومراته لازم يكون عندها عربيه. ما بيعرفش يسوق. يا مالهاش علاقه. يا ابني طب ماشي في المحافظه دي والله العظيم، ماشي في المحافظه 3/4 اللي بيسوقوا نسوان. شكرا. ماشي بس انت كده طب ما ده حاجه حلوه عشان يعرفوا يسوقوا مع بعض. انت كده ده كانك بتريحك انت. داخل تلعب ناسكار. بتريحك. انت داخل تلعب ناسكار يا اسطى، هتهرب نفسي. انا فاكر بقول لك 2008 و2007 والسنين الحلوه دي، انك تجيب موبايل لمراتك او تجيب موبايل لبنتك او تجيب موبايل لواحده عموما في ميل، الموضوع ده كبير ما يعديش كده. دلوقتي اول يوم انت ما خطوبة. تشيلش تليفون وهي لا اول يوم خطوبه، اول يوم تليفوني باظ. اول يوم خطوبه تليفوني باظ وعاوز ايفون بقى عشان التليفون القديم كان اس اللي هو سامسونج ستار، كان معاه سامسونج ستار 2. في بنات ممكن تاخدها عشان اللقطه دي بس. تغير التليفون؟ لا مش الدرجات. لا في ناس ممكن تعملها. ايه يا اسطى لا مش تصدق بالله ايه اعرف واحده اتخطبت، بعد ما اتخطبت خطيبها جاب لها ايفون يا اخي، مش فاكر كان 13 او 12 حاجه زي كده برو ماكس. تمام، يا 13 يا 12 برو ماكس. والله العظيم بعديها بشهرين تقريبا سابوا بعض. انها تديله التليفون مع انها اديته الشبكه، هي اللي سايباه، هي اللي الشبكة؟ خلاص مش عايزاه، اديته الشبكه. ده كويس انها تديله التليفون لا وانا هتخطب له شهرين واسيب له التليفون كمان. هل هي وصلت لهذه المرحله من البيزنس؟ هو ان لا في عاليات كده ممكن بني ادم يوصل لبيع نفسه عشان حاجه هو عايزها عادي. ابيع نفسي لاول مشتري، اقرب مشتري الناس. من كلمات الشعر حلزونه يما الحلزونه. الناس بتبيع نفسها برضو انتوا عايزين تاخدونا في حته. لا انا نفسي ندخل جوه الحته بتاعت ان الرجاله قالوا من ناحيه الرجوله. مش بعرف اعمل حاجه. انا مش الراجل راعي يا ابني، راعي الاسره وراعي البيت. راحت في داهيه الحته دي، انا شايفها راحت في داهيه. وذلك انت كنت زمان مثلا كان الشغل اقل، كان ستات البيوت اكتر بتقعد في البيت اكتر من دلوقتي، فدلوقتي الستات كلها بقى في ناس كتير بتنزل الشغل كتير فبقت الموضوع الاتنين بيشتغلوا، فما بقاش فيه اللي هو ده مش صح. وذلك بسبب انتشار ظاهرة السترونج اندبندنت وومن. هو ده انا عاوز ابقى مش عارف ايه. لا ده فيه هم ما بياخدوش من الدين او ما بياخدوش بتاعك غير ان هو ايه، مالك هو مالها ومالها هو مال. هي دي الحاجه الوحيده اللي عندهم. انت عارف هي ده اللي درسوه، هو ده بالمناسبه بيعرفوه في الدنيا، وفي الاخر هم ذات نفسهم ما يتعشروش. لا بامانه بدون بص، بالمناسبه انت فكرتني بحته كان دايما في البرامج بيتكلموا فيها ارتفاع نسبه الطلاق. ويقعدوا يتكلموا ارتفاع نسبه الطلاق، طب ايه السبب مش عارفه ايه، طب يا جماعه انتوا ناسيين ان القوانين اللي انتوا عاملينها اصلا مديه حقوق للمراه فوق الراجل بكتير، بالتالي خلت المرأة، خلت الست من الآخر حاجة كده سوبر وومن، على رأي بقى سوبر وومن اللي هو أنا مش محتاج الراجل في حاجة. فين أيام زمان الراجل أنا آسف يعني أيام يلا زمان امتى بس؟ أيام زمان يا ابني الصور لا زمان يا جدع من 16 سنة مثلا. أنت بتتكلم في إيه؟ 16 سنة ده عمر 2010 بقت. أيوه دي حقيقة 2010 فكرنا لا انا بتكلم ايه ايام، يعني انا فاكر ايام من قبل 2008 بالذات، السنه دي معلمه معايا قوي. تمام، يعني مثلا والدي ووالدتي يتخانقوا مع بعض، تمام، امي سابت البيت ومشيت، اقسم بالله ابوها وامها يرجعوها تاني يوم، يرجعوها. دلوقتي تعالى انت اعمل كده مع مراتك، اتخانقوا مثلا وخليها تسيب لك البيت وتمشي. انا بنتي عندي يا حبيبي لحد ما تيجي وتقدر قيمتها وتدفع وتعمل وتسوي وتجيب لها واللي والله ده بيحصل. ايه يا عم، في فرق التفكير ده فظيع. ما هو دي شخصيات بقى، ده مش في كله، اكيد مش في كل استاذ. احنا بنتكلم عن نسبه. ماشي، لا النسبه زادت. ما هو زادت دي بقى. ارتفاع نسبه الطلاق دي بسبب ايه؟ بسبب ان الست خلاص هي شايفه ان هي تقدر تعيش من غير الراجل، كونها الفكره دي نفسها اصلا جريمه. برضو غلط. برضو في حتى برضو على الراجل ان هو ما بقاش راجل كفايه ان هي يخليها محتاجاله، مش لازم تكون محتاجاله ماديا.
بس يخليها محتاجه له. برضه دي ما ينفعش كل حاجه هتنصب بطرف واحد. طب ما هو برضه لازم تشوف الراجل محتاج ايه عشان تبقى الاتنين محتاجين بعض في فاهم، في بلد يبقى في بالانس رايح جاي. ده المفروض في ما هو مش الدنيا. كله- الراجل غير الست. اكيد ده يقول لك مساواه مفيش كلام بقى في الجواب. الراجل غير الست. ما اكيد الراجل ما يتمسكش لكن الست تتمسك. انا شايف كده. ماشي ده يعني انت يعني ايه انت الراجل؟ انت واجب عليك انت اللي هتتحاسب على مراتك، مش مراتك اللي هتتحاسب عليك. ايوه قدام ربنا. أكيد. فانت واجب عليك لما تيجي مثلا مراتك تخرج انت رايحه فين مع مين وكده. لكن لما انت تيجي تخرج دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشينه، مراتك كل 10 دقايق انت فين مع مين، انت فين مع مين، يا بنتي ده مش دورك. ممكن شاكه فيك ولا حتى لو يا حبيبي حتى لو شاكه فيا او مش شاكه فيا ده مش دورها اصلا. حتى لو هي شاكه فيا ده مش دورها. ما في هو ربنا. ما هو برضه انا اقول لك على حاجه. في ناس كده، في كتير، في وبنات صغيرين كمان عندهم الحوار ده جامد قوي قوي. اللي هو انت خرجت بره البيت، ده انت قاعد ساعه بره، ده اتاخر كده جامد. طب ايه ده ساعه؟ هو انا يا نهار ازرق. خدني معاك انا خدني معاك انا في ايام الكليه، فسحني. ايام الكليه كان في واحد بيقعد في القهوه، صاحبنا بيتغير عليه 3 شيفتات في القهوه. بيقعد في القهوه الصبح ياخد حجر الشيشه يقعد بيه لغايه الساعه 12. هو اللي الحجر ناكل ابن كلب. حجر ناكل بس حلال وغالي بس فلوسه حلال. ده دخان. يقعد لغايه الساعه 12 وبعد كده غير حجر يقعد لغايه الساعه 6 بالليل، وممكن يمشي 8 وممكن وانا اروح له واجي وبتاع، وهو قاعد في القهوه بيتغير عليه شفتات. فانت تقولي لي اقعد ساعه واحده بره ليه؟ ليه يعني؟ هيفوق بي؟ لا والله لما تيجي تقول لك مثلا هو انت بتحب اصحابك الرجاله اكتر مني، يا وليه ايه العلاقه؟ دول حاجه وانت حاجه. وثانيا لو حبيت اصحاب الرجاله بخبل. معلش يعني ايه القرف ده؟ لا المبدأ والله الزمن اللي احنا عايشين ده زمن فظيع فظيع. ما الفكره في حاجه برضو، هو هي لازم تتفهم ان مش كله ضغط كده، وانت لازم تتفهم برضو هل ليها مسمى ولا هيضربونا بالنار ولا مش عارف ايه. بقول عادي. لا يعني لا هيضربونا مش هو نسوان يعني. لا بس ما انا من الصبح عمال اقول نسوان دلوقتي لا انت مش نسوان، هي حاجه النسوان يعني. يلا مش مهم. يلا مش مشكله. رجاله من نسوانه. لا امال النسوان مجانين. يوه اوه ليه بقى؟ اوه انا مش بقول مجانين، كنت بالعبط. لا بص إزاي؟ هم مش مجانين، بالعكس انا يعني عقل دايما الست اكبر من عقل الراجل اللي في سنها. تمام دي حقيقه. لا دي حقيقه والله، عقل الست اكبر من عقل الراجل اللي في سنها. بس دايما عندها مشكله بجد غريبه، الغيره الاوفر. الراجل مهما كان غيور في حاجات كده بسيطه يعديها، يعني اللي هو ايه، حاجات مش بايديكي فاهم. لكن الست يا اختي ما هو اول غلطه يابا. ما الغيره في قلوب ولا هقول لك على حاجه. من هم بعد مواليد بعد سنه 2000، ها، العيال اللي طالعه جديد دي، جينزي. العيال دي عندها جفاف تحت العين هنا. لا مش فاهم، لا مش فاهم. جفاف بقى. مش مهم الراجل. مش مهم الراجل. ما هو لا يا عم لا مش كده. لا بيطلعوا فيهم جفاف. ما هو افهم، هي هتبدل فيهم زي الجزر، هي دماغها كده. ما هو اشكال بقى. ايوه انت صح. لا انت موضوع تبديل البنات للرجاله ده زي الجزر. يعني كان زمان الرجاله هم اللي واحده واثنين وثلاثه. لا البت والله ممكن تكلم 3 رجاله عادي في نفس الوقت. طب بتجيبي وقت منين؟ ده كان في واحده طالعه في برنامج على اليوتيوب، والله العظيم بيقول لك كانت بتكلم 7 وسبعه وهم عرفوا وكان في مشكله حصلت ما بينهم، واحد السبت واحد الحد واحد الاثنين فسابتهم كلهم. يعني ما فضلتش حد عن حد وسايبهم كلهم. طب 7 يا نهار اسود. طب دي ليه سابت السبعه؟ مفيش حد ما انا مميز في السبت. مش عارف يا ده، هل دي مفيش يوم اختبارات كده يوم يعني تلات ولا حاجه؟ هل دي اختبارات ده هتأهلني مثلا لحاجه هاخد عليها نجمه؟ انت شايف بقى اللي زي دي تقع في واحد يا باهر
يطلع عينيه طب ثواني، كان اقسم بالله في ترند يجننها. اول ما تحب شكرا. كان في ترند طلع على تويتر من فتره، واحده كانت منزله نمر، مش عارف نمر او اكونتات اشهر يعني اغنى رجال اعمال في مصر، عشان خاطر هي كانت جايباهم قايمه عشان تتخطب تخطب تصطاد واحد منهم يعني. هي اللي اصطادت. هي اصطادت واحد فنزلت القائمه بالاسماء بقى الناس دي لاصحابها وكده. نشرت القائمه دي للناس كلها اللي هو اغنى ناس. هي اصطادت واحد يعني ايه بتوقعهم قصدك في التليفون؟ كان معاها بيانات الداتا. هو الراجل اهبل للدرجه دي يا جدع؟ يعني هو الراجل من مكالمه تليفون هيريل؟ لا يا عم صعبه شويه. كان مجمع اكونتات ليه. عايز اقول لك ان في رجاله عبط من كده. لا يا جدع يا عم ما تقولش كده. مش لا صعب يا جدع بس مش عايز اديك مثال. بس في فعلا عبط من كده. قصدك على مين يا لا مش لمى؟ مهم مش مهم قصدك على مين؟ مش مهم والله. لا تجاوز هذا اقلب القعده، ارفع القعده. اه لا انا بقى وفي بقى اخلاقهم اللي اتغيرت في حيث الطلبات والبجاحه وي 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 زي البرامج اللي بتطلع الديتنج دي. بنت بجاحه بطريقه بنت كلب، بجاحه في منتهى البجاحه. لا انا بصراحه ما اعرفش القصه دي لاني ما دخلتش على ولا برنامج من دول. بيتكلموا عن حاجات يا جدعان امتى الحاجات دي وعندنا، ويتكلموا طب البس بيكيني، لا بيكيني مع مين؟ لا قلت له لا مع عادي، ما انا بلبس بيكيني مع بابا وماما وتيتا وعم. بابا يا بابا انا مالي بابا بيكيني يما وسنين. انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ والولايه الثانيه بتاعت خبابيط، حفله الخبوتي، وانت بتضرب خبوتي ويا نهار بقول لك مش كله بقى. انت ايه يا وليه؟ في حاجات في ايه يا وليه؟ ايه يا وليه؟ عيب يا وليه. لا كلكم يا الستات اللي هم على التيك توك اللي بيطلعوا يفضحوا عيالهم، ده انا ابني عمل وسوى، ده انا بنتي منع عني مش عارفه ايه، ده انا مش عارف جوزي ايه. في بيشتكوا رايحين على فين؟ بيشتكوا فعلا، وفي بقى عايزين شهرة فين الشهرة حتى لا شهرة. احنا رايحين على فين؟ ازاي الكلام ده يطلع كده قدام الناس؟ ما زي اللي بيرمي على وشه بيض وبيعمل الكلام ده، وتلاقيهم من ستات. ما تلاقيش راجل بيعمل الموضوع ده غير نادر. لا نادر. مين نادر؟ افضل من يصنع هذا المحتوى، افضل من يصنع هذا المحتوى اللي انت عايز تقوله ده واحده اسمها مواضيع، عامله حواجبها ايه؟ عامله حواجبها الكواس مواضيع مقلوبه وبتتكلم في الفيديو بقى انت تبعني وتطلقني ومش عايز تديني ده. والله كل فيديوهاتها فيها تفافه. ففي فيديو ما تفتش فيه، فبتقولوا وانتوا بتقولوا لي الحمد لله ان انا ما تفتش. في ايه يا ولاد؟ ما بالراحه يا ولاد. طلع تف على الناس. طلع بالتف يا اسطى. انا ببعد التليفون لحسن حاجه تيجي عليا. ايه القرف ده؟ هبوريكم المواضيع دي. لا ما شفتهاش دي. هبوريها لك يا نهار ازرق. لازم يطلع لك ليه؟ مش عارف. انا بلاعه. والله فتح بلاعه ما بتقفلش. لا الموضوع البنات يا جدع بقوا حاجات عجيبة. عادي فين ايام زمان البنات سرطة في الكائنات. لا صراصير البلعات دي كنت بقولها للبت وانا صغير في ثالثه اعدادي، ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي. حاجه كان ليا واحده زميلتي في المدرسه ايام ابتدائي. كنا احنا انا وصحابي الولاد تمام بنعمل كيلو باميه، مين اللي هيكلم البت دي ومين اللي هيمشي مع البت دي ومين اللي هيحب البت دي. ابتدائي والله العظيم. ابتدائي وثالثه ابتدائي يعني عشان والله انا فاكر الايام دي لحد النهارده كاني المنظر ده 7 سنين. ثالثه ابتدائي 10 سنين يا نهار ازرق. والله العظيم بدري نعمل كيلو باميه، مين اللي هيكلم البت دي ومين اللي هيكلم البت دي ومين اللي هيحب دي. عارف انت اللي هو كيلو باميه احنا وحظنا. الولاد كلهم كانوا بيعملوا كده؟ لا مش الولاد كلهم، ده احنا كنا مثلا 5 6 كده في الجروب، 3 ديسكات على انت 3 ديسكات ورا بعض كده. احنا 10 سنين انا كان اقصى تفكيري ان انا اركب العجله وما اقعش اتكسر. اشمعنى بقى؟ عشان انا كل مره اركب في العجله اقع اتكسر. والله العظيم كنت كل مره انزل بالعجله اطلع كسر، بقى الشهر انزل بالعجله اطلع كسر تاني. يا دي النيل عظم بلاستيك. صنع بلدنا مش صنع الصين وما بيتكسرش. مره وانا في اولى كليه كنتش انا لسه يعني احنا قاعدين هنا، كنت انا دخلت كليه صيدله بس في محافظه تانية برضو مش هقول اسمها تمام. المهم اول يوم رايح المحافظه دي بيني وبينها حوالي 4 ساعات مواصلات بالقطر او مواصلات.
فالمهم اول يوم نازل، فنازل معايا ورقي بقى وبملى الابلكيشن بتاع ايه المدينه الجامعيه. تسكن في هناك؟ ايه تسكن هناك في المدينه؟ لسه بقى اول يوم نازل الكليه وما اعرفش حاجه، فايه رايح بملى الابلكيشن بتاع الايه المدينه الجامعيه والكلام ده. تمام. فالمهم راكب مواصلات يعني خلصت في الكليه تمام، وراكب مواصله ايه رايح المدينه الجامعيه. وايه على اول الورق اللي في ايدي اللي هو الابلكيشن بتاع المدينه الجامعيه، ايه مجهزه عشان ايه ادخل ادي المدينه الجامعيه على طول. انت فاهم. المهم ايه في الابلكيشن ده في اول صفحه فيه اسمي ورقم تليفوني. والله العظيم اروح من هنا تمام، تاني يوم الاقي واحده بتتصل عليا، ايوه انت كنت قاعد جنبي في المواصلات وانا اخدت الرقم من على الابلكيشن وقابلتها. يا اللي هو انت بتعملي ايه؟ بتعمل ايه؟ جات لك الفكره ازاي؟ انا نفسي والله العظيم لو قاعد جنب واحده ورقم تليفونها على البتاع اخاف اتصل عليها هتحرجني. 2008 الكلام ده 2009. ماذا تريدين ايتها الامراه؟ ماذا تريدين بحق الجحيم؟ والله العظيم رحت قابلتها تاني يوم. بس انت اقصى طموحنا بقى انا وهي ايه 2009 اقصى طموحنا ايه؟ تقعدوا في كافيه ان احنا نقعد على النيل. لا نقعد على النيل ونتكلم ونهزر ونضحك. شكرا. ده بص كان حاجه سوبر واو، السوبر واو بتاعنا. دلوقتي لو يلا في تطورات. ده بيقعدوا يتكلموا مع بعض عادي قول. لا مش فاكر اصلا يعني. مش مهم نقلب اقلب القعده. يابا عيني عينك يا عم باهر دلوقتي الدنيا عيني عينك والله عيني عينك. لا قاعد مثلا في الميكروباص قاعد في الميكروباص مثلا ومغمض عينك ساند على الازاز ومغمض عينك، تلاقي واحده قاعدين جنبك في الكنبه الاخيره. والله حصلت معايا مره الاقيهم الاتنين بيبوسوا بعض. يا شباب انا قاعد معاكم في ايه مش الدرجات دي. ما شفتهاش قبل كده العربيه. لا ده انا عملتها. ده انا بلغت السواق بقى قاعد يبص لهم. لا ما انت عايز انت عارف انا الصراحه عملت ايه؟ كملت نوم وقعدت ابص من تحت لتحت. لا انا السواق بدا يبص لورا وبتاع، والسواق عينيه جاحظه ذو شنب كس عايز بقى ايه فاهم؟ بلع تريشن ايه؟ بلع تريشن بلع تريشن من الجبل. فايه بتعملوا ايه؟ فهم لموا نفسهم لغايه اخر الطريق. وهل ضاقت بك الدنيا الى هذه الدرجه؟ لا بيبقى الشوق صح للدرجه دي. الشوق ايه يا ابو الشوق؟ هو الشوق وقتها عارف انت الايه السهل الممتنع. لا عارف انت اللي هي الحاجه اللي يا جدع عيب يا جدع. حاجه ام الاختراع. هو ايه اللي حاجه مش كده يا ابني. هي بيبقى فيه يعني بص في حاجه انت ايه انا عايز اعمل ده في الوقت ده واغفل الناس كلها. في ناس كده ما هو ما تغفلش. الناس كلها واتقفش واتفتح المصيبه انه ما هو مش يعني هو عمل ناقص احنا ما وقفناش العربيه. والناس دي بتقعد تحت ايدي. انا كان في ناس عندنا في الشارع، بما اننا جنب مدرسه تجاريه، فانت عارف الاناث اللي في المدرسه التجاريه سمعه ازاي. فالاخ واقف هو والاخت تحت البلكونه عندي وساندين على العربيه وبيفعص برتقان ابن طفايه جميله. طفايه جميله مليئه بقشر اللب السوري والسوبر. رميت عليها البت القش داخل جوه اسمها القش داخل جوه عمودها الفقري وهو دخل في انفاه والدنيا مغطخه. يلا يا ولاد هنا عشان كده بقول لك ما تقعش تحت ايدي، تحت اي ظرف يعني. لو انت تعرفني، لو ما تعرفنيش برضو ما تقعش تحت ايدي. لا انا مش معاك يا باهر. انا ده يا جدع خلي الولاد عيب يحبوا بعض. ترفع قرون؟ لا مش هرفع قرون، بس مش عارف انت تبين لهم ان انت شايف هم هيتلموا لوحدهم. لا بقول لك مستوى مثلا لكن مستوى البجاحه زاد فوق ما تتخيل. فانك تعمل نفسك وهم هيتلموا دي ما حدش بيتلم. لا والله بص مش للدرجات.
عاوزين ضرب البوس، الناس دي عاوزه مش عارف الناس دي. ضرب شباشب بقى واقف في الشارع. انا مش عارف هل ولا يلا مش هينفع. مش هنعمل حاجه. ايه يعني اخصاء كيميائي. كيميائي. ايه الجمله؟ اخصاء كيميائي. انت من بورسعيد؟ لا اخصاء كيميائي إخصائي. يعني. لا تكون من بورسعيد وانا ما اعرفش. عشان الحاجات دي ما تنتشرش، لان في حاجات بقى كده انا ما بكلمش بقى. الديتنج بتاع ايجيبت جايز يكون نضيف شويه، مع ان ده بالنسبه لي خرا، انما الديت بقى بتاع مصر نتكلم عن ايجيبت. صبي. اللي هو مش ديت، اللي هي بيقابلها في شارع ضلمه. ليه؟ قطط. ليه؟ ما هو شارع ضلمه يا ابني ده امتى؟ دلوقتي ولا زمان؟ ما هو خلي بالك زمان شارع ضلمه ده معناه ايه؟ ان مم. محدش يشوفنا. مم. دلوقتي لا، معناه قصه تانية، معناه ان احنا هيبقى في حفل. ما هو برضه بقى بمناسبه البجاحه بقى، الناس دي بتعمل كده وبيقول لك بدافع الحب، في ناس ما بتعملش كده بدافع الحب. كنت انا شغال في شركه ما في الدور. انت حكيت لي الموضوع ده. ايه إيه ده؟ بقى؟ كنت شغال في شركه ما في الدور، والاخت طالعه فوق والراجل طلع وراها وطلع فوق، وانا فاكر ان فوق ما كانش في حاجه، كان في عياده تقريبا فاتحه فوق وقفلت، فالناس دي طالعين فين؟ فانا ما ركزتش وقعدت، وفجاه الراجل دخل عليا بينهج وبيجري، و في ايه يا حاج؟ اجيب لك ميه، وقمت جايب له ميه وبتاع، والاقي هذه السيده المنقبه خلع النقاب واقفه وراه وعماله تبص له، وانا جبت له ازازه الميه ومش عارف ايه، فهو واقف مش عايز يتكلم، فهي قالت له انا هستناك تحت يا ايه ده؟ هي الجمله؟ هستناك تحت يا راضيني مش هراضيكي ما طب هستناك تحت يا ما دفعش يعني. هو ما عرفش يعمل حاجه. ماشي. بقول لك داخل ده عليا بينهك بيموت، والراجل قال لي هو الباشمهندس موجود؟ مش صاحب الشركه. قلت له موجود، فوقف مكانه وراح قعد على حته كده بتبص على الشارع بياخد نفسه. بياخد نفس، والباشمهندس جوه. طب ما تقعد جوه معاه في التكييف تاخد نفسك. فبقول له طب اقول لك الباشمهندس قال لي لا هو ايه اللي لا وسلمت، قمت فاتح الباب بعد ما خرج قلت له هو انت تعرفه؟ قال لي ليه بس هو انت عارفه؟ قلت له لا ما اعرفوش، بس لو صاحبك فصاحبك خير. قال لي يعني ايه يعني؟ قلت له يعني ما عرفش. قال لي يعني ايه؟ قلت له نازل مع الوليه من فوق وبتقول له انت ما عملتش حاجه، طب راضيني طيب هات 50 جنيه ومستنياه بره وبتاع فهو الراجل بيبرر له بيقول لي جسم متجوزه عرفي. جوزها عرفي ايه يا ابني؟ بقول لك كانت طالعه بيه. بعدها الاخت لم تستسلم ومارست عملها في الرذيله بشده، وطلعت مع زبون تاني بعدها بشويه. الله ده قلبت انا ما خدتش بالي، انا لقيتهم الاثنين نازلين. بعدها بيومين في بقى زبون عرفوا، يعني هو الزبون لاحظ ان انا بص عليه وهو طالع وبص عليه وهو نازل، فالراجل نزل ودخل عليا زي العبيط كده بيقول لي هو انتوا عندكم تصليح شاشات؟ قلت له عندنا تصليح. قال لي بكام؟ قلت له هو ايه اللي بكام؟ كام بكام؟ في المطلق انت جيت تشتغلني وانا شايفها وهي طالعه شايفها وهو نازل وراه، وهو الراجل عرقان. وطب يا جدعان على السلم قطط يا ولاد اي صفيحه زباله تلمنا. طب انت طب دلوقتي لا موضوع القطط ده كبير وصغير. عندي مشكله دلوقتي مع باهر. انا عندي مشكله مع باهر. اتفضل. هو انت ملاحظ ان هو طالع وهي طالعه انا معاه؟ كنت مجهز حته ساكت حديدة. بناء على ايه؟ انا كنت مجهز حته حديده جميله بس وهطلع لهم بقى وبتاع. بس هو طلع مش جايش تاني. ايه؟ لا هو ده التاني ده لا انا كنت العرقان. انا كنت طالع بحته مجهز حته حديده وبتاع. هي تقريبا خدت اسبوع اجازه، تعبت وانهكت مش عارف ايه، بعدها نسيت الشغل. بس كنت مجهز حته حديده والله اللي هيطلع هلوشه عليا النعم، هجيب له تروما. لا يا مري لا اللي هيطلع هي وهو عليا النعمه هخلي ما واقفش تاني بدون قطع. تروما هجننه. شفت الجوكر؟ تعالى يابا. احنا الجمله دي لازم نشيلها في المونتاج يا جماعه. عادي اللي اتقالت دي لا لا عادي والله يا راجل. المهم لا تاكلك. المهم ده كان فين بقى اللي
ايه كنا فين بقى وصلنا فين؟ هي كانت عامله نفسها شحاته بس بتلم زباين فوق السن، فوق السن القانوني عشان ما يجروش منها، ده برضه عشان برضه ما تفرهدش، ما يبيت مش عاوزه تفرهد برضه، فجايبه ناس يه شركه بوتيتو كلها في وانا بقول للباشمهندس خلي بالك بقى من نفسك. ده دور وداير في اصل هي عماله تجيب في ناس كبيره. لا بس انا ملاحظ ان دكتور رشدي قاعد لا والنبي مش معانا خالص. عشان ما عنديش تجربه في موضوع الحلقه ده. يعني ايه ما عندكش تجربه؟ احنا بنتكلم عن نظرتك مش موضوع تجارب في انا النظره. نظرتي بسيطه جدا للمرأة عموما، يعني ملهاش امان. ما لهاش امان. ممكن هو ملهاش- بيقول لك اتنين ما لهمش امان، الفرامل والنسويه، احنا بتوع ربنا ومعانا شهاده بكده. المهم بقى يعني ايه علاقه ملاش امان؟ لا سامعني معلش انا اسف، بس يعني ايه علاقه ملاش امان برضه؟ ما لهمش امان. لا ما هو الرجاله برضه ما لهمش امان، ما هو زي ما أي النسوان إنسان في الدنيا ملهاش ما علاقة. يكونش له امان. مسؤوليه ان انت تشيل بيت قرار. انت ممكن تجيب فرن من غير زرار امان، ما هو انت ارخص من الفرن ابو زرار امان. احنا عارف الزرار الامان الكهرباء اللي هو بيفصل بعد 10 ثواني ده؟ انت ممكن تجيب فرن من غير زرار امان يفصل ما يفصلش يعني. انت معاك فلوس هاته زرار امان. معاك فلوس يعني- واحد نبوس، معكش فلوس وانت بتشتري الشقه هات بيبان امان اللي هي الحديد دي حتى على زي ما الراجل قايل لك القانون مدي المرأة مديها سلطة عالية على الراجل، فانت ازاي في كل ده هتجيب بيت وتنشئ مسؤولية تربية طفل، مسؤولية لا هو مش مديها سلطه عاليه ولا حاجه، هي فلوسها وحقها. ماشي جميل، بس انت بقى مسؤولية ان انت ده لو في فلوس وفي الكلام ده لو انت هتطلق، انت ليه بتفترض دايما الوحش؟ ما هو ياما ناس نجحت، ما تفترضش الوحش. هو عشان بس دلوقتي هي الفكره في ايه؟ سرعه انتشار الخبر الوحش اكتر من الخبر الكويس، لان الكويس بقى نورمال والوحش هو اللي اب نورمال، السلبية. فبيطلع ترند اكتر الوحش. يقول لك دي اتخانقت معاها، لا ده حصل قدامي بجد، اتخانقت معاه عشان الزعافه والدباديب، وراحت المحكمه عاوزه تطلق عشان اخته واخده الزعافه والدباديب ومش راضيه تديها الزعافه والدباديب، وانا عاوز الزعافه بتاع الدباديب بتوعي، اختك تلعب بالدباديب وانا لا، والله انا مطلقه والله. يلا. بيت كده في زعافة ودباديب، ايه؟ بنهدم بيت في زعافة ودباديب. ما هو في برضه درجه، ما هو في درجه عقلانيه في، ما انا بديك مثال ما فيش وحش، عقل. انا بديك مثال وحش. والتاني بيقول فده- لك دماغه كبيره ده- وقلم كبير اهو. ده مثال وحش، ده مثال وحش وده فينتشر اسرع من المثال الحلو. ما هو مش هيقول لك بص اتنين اهو ناجحين ومخلفين عيلين، ايه الافيه؟ ايوه صح، لا صح صح. اتنين حياتهم جميله، ما هو صح. عادي عادي، فاهم. بل اصلا اللي حياته جميله، فبطل هو الترند اللي حياته جميله يجي يقعد معاك على القهوه، والله ده انا طلعان امي، ده انا مش عارف ايه، ده انا مراتي عامله ده انا بشتغل مش ومسويه. عارف ايه ومش عارف ايه، وهعمل عمليه في مش عارف فين، وهروح مش عارف اشتري تربه. ايه يا اسطى روح موبابين عني نعل. وهو ممكن تبقى حياته عاديه بس هو بيدعي كده عشان بيداري على شمعته. عشان بيدار على شمعته. في بيت في منطقه معينه انت عارفينها، عندنا البيت كله منور النور بتاعه ما عدا اول لمبه في البيت. الناس تعدي تقول لك ايه ده، يعني هو معاه فلوس حط اللمبه دي كلها ومعهوش فلوس يحط اللمبه دي فبيغزي العين. انما لو كان قدها يا نهار ازرق ده جايب بص بقد ايه ايوه من غير اللمبه المكسوره. فهي الناس بتدعي كده فعلا. برضه هو العين فلقت الحجر وكل حاجه، بس هل حد هيدعي ان حياته حلوه وهي حياته وحشه؟ الزوجيه مثلا او حياته العاطفيه، هل هو هيدعي ان هي وحشه وهي حلوه؟ ما اعتقدش. مش يعني- هيعرف يدعي قوي. وهيدعي ليه اصلا؟ ليه نتكلم على البيوت؟ ما هو لا اللي ما هو جوه البيت ده المفروض ما مش يطلعش. كده، لا ما هو بقى بقول لك البنت اتخانقت مع ابوها على التيك توك في اللايف يا اسطى. أنا شفت وأنا شفت. يا عم بس شفت الفيديو ده جننت. لا جننت. وياما حوارات عاوزين يا يطلعوا عم الحاج ازاي قابل على نفسك كده مش فاهم. ياما بقى حوارات تانية عاوزين يطلعوا ترند في تيك توك. ده احنا اتطلقنا وهي تطلع من غير مكياج شكلها شبه القرد، شكلها شبهي والله، وتقعد بقى
وانا مش عارفه ايه وما باكلش من بعد وياه. لا بس طب انتوا يا اولاد عاوزين ايه؟ هم عاوزين يطلعوا ترند دي انه ايه الخرا اللي بتعملوه ده؟ هي فكره الترند بقى هنا فلوس بس ولا شهره وفلوس؟ شهره وفلوس. شهره وفلوس. يقبل ده. يا حبيبي مثلا الراجل بتاع محمد خلع اللي اتشهر بسبب حوارات الطلاق، عارفه؟ الراجل المحامي اللي طلع من هاني معرفش، لا مش هاني رمزي. هاني رمزي مين؟ ده ممثل. الفيلم يا عم. اه في واحد ده واحد اتشهر على السوشيال ميديا اسمه محمد خلع. برضو محامي فعلا. هو هو عامل محامي أكاونت فعلا. محمد خلع، وكان بجوازات الطلاق شغال مع كام فلوس بس شغال في محكمة الأسرة بس. عايز خد شهرة. سبوبه يابا. خد سبوش. بس هو براندنج لنفسه كده باسمه. خد- والله عادي. خد شهرة بسبب قضايا الطلاق، فاهم؟ فبرضه هي عشان قضايا الطلاق تتشهر، المواقف بتاعتها ما دي تقدر الفكرة تشهر بقى، إن هو- تتشهر منها. انا قسما بالله كان في ناس بالقايمه بيشوفوا القايمه قدامي، قسما بالله الحيله اللي مطبخ فيها ايوه قول. المعالق يعني انا مش عارف اقول لك العلبه بتاعت المعالق لسه بالكيس بتاعها. طب تصدق بالله انت أنا أعرف- بتعملوا ايه؟ انا اعرف واحده ها اه. كانت رافعه قضيه نفقه على جوزها وهي على ذمته. ايه ده؟ واقول لك اوسخ من كده، كانت رافعه قضيه قايمه وكسباها، وكسبه القضيتين وما نفذتش الحكمين الا لما بعديها مش عارف في كام سنه لما اتطلقت. اللي هو ده جوزك، انت نايمه معاه على سرير واحد، اللي هو انت ازاي قلبك طوعك ازاي؟ ايه ده؟ عقلك جابك منين؟ هو دول مش كله. ايه الجرأة دي؟ انا هنا ده مش ايه الجرأة دي؟ التاني مسك على الوتيره قال لك ما لهمش يابان، ما صدق لها قال لك ما لهمش يابان، ما لهمش يابان. لا دي حالات شاذة، دي حالات شاذة، مش ده السائد. الجواز ده بين شخصين، مسؤولية على الاتنين مش على واحد بس. يا لهوي لما الحما تتدخل يابا ما بين الراجل ومراته. لا الحما مش الحما الست مش الراجل. يا اختي بتولع في الدنيا ولعت ما تطفيش. شكرا. ده هم ساعات احيانا بيقووا وبرضه الرجاله برضه يعني ايه، كل واحد عاوز يفرض سطوته في علاقه هم ما لهمش علاقه بيها، هم حياتهم متأسسة عليهم هم الاتنين، فبلاش ام دي تتدخل وبلاش ام ده تتدخل. بلاش انا ما بشتمش ماشي والله، لا انا ما بشتمش، انا بدي صفات حقيقيه. ايوه بلاش الامهات يتدخلوا عشان دي علاقه بين فردين وعليهم هما انجاحها وليس على اي شخص اخر. وفي نهايه هذه الحلقه احب اقول ان كل حاجه فيها ايجابي وسلبي، حتى البنات فيها ايجابي وسلبي دلوقتي في طريقه التعامل، وفي ناس نظيفه، انت دور على النظيف وان شاء الله ربنا يكرمك. سلاحف.